اختارينا هذا اليوم الخميس. علاش اختارينا هذا اليوم الخميس؟ باش يكون فيه يعني مستنينا يعطونا لا دات اللي هو محور هو موضوع اجتماع تاعنا اليوم اللي مجتمعين عليه، وهو ما جرى في المكتب الوطني وما كان هو محتويات يعني اللقاء من يعني توضيحات لفروع النقابيه تاع الولايه. جرى في القانون الاساسي، القانون الاساسي اللي كان في الجريده الرسميه واصدر، يعني كان لنا كصدمه، حنا تفاجأنا. وعلاش؟ باسكو العمل اللي حنا قمنا به مع الوزاره المعنيه والقوانين اللي حنايا كنا درناها في المسوده تاع القانون الاساسي للشبه الطبي وقدمناه للوزاره، يعني كان واضح. اول حاجه كانت النقطه اللي دارت استياء كبير هي نقطه مساعدي التمريض. المسوده واضحه، حنا اللي قدمنا به في المسوده بالنسبه للممرضين مساعدي التمريض. حنا فتحنا المسار وطلبنا الاول، نقابه طلبت فتح مسار لهذه الفئه. نقول لك علاش؟ بما ان مساعد التمريض راه يدخل راه يلجا للشبه الطبي ولا فورماسيون، راه يلجا بالنيفو تيرمينال. حنا شاهدنا في ميم الوظيفه العمومي، يعني نفس الوظيفه العمومي ناس راح تلجا بالسنه اولى ثانوي والمسار تاعها يكمل من اداري الى اداري برانسيبال الى حتى مدير مؤسسه. لما لا؟ بور هذا علاه تبلوكيني في هذا مساعد التمريض. مساعد التمريض خليت له افامي ديبلومي ديتا، ما راهش داير في طريق الزوال. يعني مام في صدور هذا القانون هذا الجديد كاين ايديو، ولا كان نديروا ايديو زوال الى طريق الزوال نقولوا باللي ما عندوش وين يترقى. علاه ما تعطيش باش يترقى في الايديو؟ وزيدك على ذلك اليوم ديرها في الرتبه العاشره، وكي ديرها في الرتبه العاشره تقول لها عندك الحقوق باش دير لي سوان، ومن بعد ما عندكش الحق باش ترقى. كيف تعطيه انت لا كاليفيكاسيون باش يدير لي سوان؟ كيفاش انت تقول دروك باللي ما يترقاش الى درجه افامي ديبلومي ديتا؟ وهذا مساعد تمريض اليوم اذا فتحت له المسار وتقول باللي المسار مفتوح، وقتاش غادي يلحق هذه الدوز؟ وقتاش غادي يلحق هذه لاطريس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دروك انتهينا من اللقاء اللي كان مع الامناء الولائيين للفروع النقابيه لولايه سيدي العباس، وكان الموضوع اليوم اللقاء وهو ما جرى في المكتب الوطني، يعني والمخرجات عن المكتب الوطني، واهمها الاضراب الوطني اللي صوتنا عليه في المكتب الوطني بخصوص صدور القوانين الاساسيه التي شفنا فيها اسحاف كبير. وتفاجأنا كيفاش المشروع اللي تقدمنا به تاع مسوده اللي ما كانش في الواقع. واكبر دليل على ذلك فئه مساعدي التمريض اللي كان عندهم اسحاف كبير، يعني في بالنسبه للترقيه وبالنسبه لفتح المسار، وهذا اللي اغضبنا بزاف واللي اثار غضبنا. وحنا من هذا المنبر رانا رايحين للاضراب حتى تكون عند هذه الفئه وهذه الشريحه اللي راهي تعمل، يعني نشوف فيها في المصالح هي اللي راه عندها الاهميه اكبر، باش يكون عندها مسار مفتوح، يعني ومسار يعني في الواقع يكون المسار في المستوى. هذا هو اللي احنا نطالبوا به من خلال الاضراب تاعنا اللي نورمالمون قلنا كذلك منحه الكوفيد اللي ما شفناهاش يعني في القانون وما درجوهاش في القانون تاع التعويضات، وكذلك منحه الاستعجال اللي تكلم عليها رئيس الجمهوريه، وكذلك يعني اللي احنا قدمناه في المسوده بالنسبه للشبه الطبيين، وهو مدير العلاجات ومفتش للعلاجات. هذو اللي ما كانوش في الواقع، وهذا اللي حنايا طلبنا من الوزاره باش يكون فيها يعني اعاده النظر وتلبيه مطالب النقابه الجزائريه للشبه الطبي.